حظي المؤتمر الثاني عشر لمنظمتنا العتيدة الشبيبة الاستقلالية تحت شعار كفاح دائم من أجل الديمقراطية، بحضور مجموعة من الشباب عن منظمات وأحزاب سياسية بمجموعة من الدول لمشاركتنا في هذا العرس النضالي، والذي عرف برنامج حضورهم اليوم ورشة تتحدث عن موضوع الدبلوماسية، والتي كانت في الحقيقة لقاء مفتوح للنقاش والحوار حول نقطة أساسية تشغل بال كل المواطنين المغاربة، وعلى الخصوص الشبيبة الاستقلالية برئاسة الأخ عبد القادر الكيحل المدافع الأكبر عن هذا الموضوع، وكذلك المدافع المتميز ورمزنا في حزب الاستقلال الأخ حميد شباط، ألا وهي الوحدة الترابية للمملكة. وقد عرفت هذه الورشة تقديم الوضع في الأقاليم الجنوبية من مجموعة من ثلة الشباب المناضلين والمثقفين والملمين بهذه القضية، وكذلك عرفت تفاعلا من طرف الإخوة الممثلين عن الوفود الأجنبية. لا يخفى على أحد أنه الآن كنعيش فعلا كاين مشكل نزاع حول ما يسمى عند المنتظم الدولي بمشكل الصحراء الغربية، وعندنا نحن الصحراء المغربية، ولكننا في حقيقة الأمر نحن أمام مشكل مفتعل بطريقة أو بأخرى، لكن بالملموس هناك نوع من التنمية الحقيقية في جميع القطاعات، تنمية ملموسة في جميع المجالات بصفة عامة. I just want to talk about an experience. I've experienced it when I was in Geneva, talking with many organizations that defend the idea of Polisario against our unity in Morocco, in being and that Sahara is a Moroccan territory. So they was talking from a background that they visited that area and they was just listening to one side, and they didn't give themselves a chance to come down to the south of Morocco. عزز سيادة التراب ووحدة التراب المغربي، واعتقد بوجودكم وبامكانياتكم وبعطائكم المتواصل راح تحققوا فعلا التجسيد، واعتقد هو مجسد وحدة التراب. وفي مثل عربي بيقول الارض لحارتها، فاللي خارج الارض هو بيغني على ليله، وبالتالي يتعاطى معه الاستعمار كما يشاء او يتعاطى معه الفكر الغربي كما يشاء. اعتقد وجودكم وتمسككم بتقاليدكم وبأعرافكم ضمن المنظومة النظام السياسي المغربي، واعتقد انه المقترح الاخير من جلالة الملك بإقامة حكم الذاتي